الضغط جامد قوي من المدير والطاقة السلبية من الزملاء ممكن توصل لحد مرحلة الانفجار، وده اللي حصل مع الأستاذة سين اللي بعتت لنا رسالة على الخاص بتتكلم فيها عن ازاي ان هي شاطرة في شغلها، بس ضغط المدير واستغلاله لقدراتها في الشغل مع الطاقة السلبية اللي بعض الزملاء بينشروها خلاها تنفجر فيهم وتتعامل معاهم بطريقة مش كويسة، وكانت بتتكلم ان ده رد فعل منها بسبب اللي شاريته الفترة اللي فاتت. رسالة للأستاذة سين هنا: طبعًا هم غلطانين في الطريقة اللي اتعاملوا مع حضرتِك بيها، ولكن رقم 1 اللي في إيدِك إن أنتِ لمّا تلاقي إن في الأسلوب ده بيحصل ما تسكتيش للآخر، ما تفضليش ساكتة وكاتمة جواكِ لحد ما توصلي لمرحلة الانفجار ويبقى الغلط عليكِ أنتِ، لكن من الأول نحاول إن إحنا إزاي نورّي إن في مشكلة حصلت، أو نتكلم معاهم في إن في غلط بيحصل، لكن نقول لهم يا جماعة الطريقة أو الأسلوب أنا باشتغل على 1، 2، 3 لو سمحت يا سيد يا مدير لو في مشكلة قولها لي بالراحة، ما تضغطنيش بزيادة، عندي أولويات في الشغل قُل لي أركّز على إيه، مش هالحق أعمل كل حاجة في نفس الوقت. ولو زمايلنا بيدونا طاقة سلبية وبيحاولوا يهبطونا زي ما اتكلمنا قبل كده، نحاول نتجنب الكلام معاهم في الطريقة اللي هي بيحاولوا يهبطونا بيها، أو نبعد عنهم، أو نبتدي إن إحنا نتجنبهم تدريجيًا، وننصحهم ونقول لهم ونوضح لهم إن ده بيأثّر علينا، لإن في الآخر ما نوصلش لمرحلة الانفجار دي، فمن الأول ما نسيبش نفسنا ونكتم جوانا، يا إما للأسف اللوم هيبقى علينا. إن شاء الله لسه الموضوع ممكن يتحل، بالتوفيق لو اتكلمنا معاهم، بس لو فضلنا كاتمين جوانا هيفضل الموضوع مش أحسن حاجة.